بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهاركم زي الفل إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين. ويعني هنعمل مع بعض الديك الرومي المحشي بأبسط طريقة، طريقة سهلة جدا للمبتدئين والناس يعني اللي ما يعرفوش أي حاجة في المطبخ. هنجيب طبق كبير، هنحط فيه كوباية خل كبيرة وكوباية سكر وكوباية ملح، ونحط في الطبق طبعا مية، نص مية كده. عندك قشر برتقان عصراه وشايلاه في التلاجة. عندك قشر ليمون، وتعصري ليمون وتحطي مثلا ايه، ورق لورا وحبهان، ده محلول هننقع فيه. مش شرط رومي، ممكن فراخ، ممكن بط، اي حاجة هتعمليها، اي حاجة من الحاجات الداجنة دي. هنحط الرومي ده، يفضل ان انت تحطيه اكبر كمية وقت ممكنة. يعني يفضل لو تحطيه 3 4 5 ساعات، وكل شوية تقلبيه من الناحية دي للناحية دي عشان لحمه يطرى وينزل كل الفضلات اللي جواه. هنا بقى هجيب شوية توابل عندي، ملح وفلفل وبابريكا وورق لورا وحبهان، وكل ده مطحونين، وادعك بيهم الرز، واحط عليهم كمان بصلة مفرومة ناعم، وادعك دي كوبايه ونص رز انا عاملاها لديك رومي حوالي 3 كيلو ونص. حطيت عليهم بصله مفرومه صغيره ناعم جدا زي المبشوره كده، وده صويا صوص، انزل بيه عليهم واقلبهم كويس وادعكهم مع بعض كويس جدا. الطريقه دي تقدري تحشي بيها حمام، تحشي بيها فراخ، تحشي بيها بط، اي حاجه تتحشي. وهنا معلقه زبده على النار ومعلقه زيت، واروح نازله. عندي تقدري تعملي الكبد والقوانص بتاعت الحاجه اللي انت بتعمليها. طبعا هتبتدي في الاول بالقوانص تقطعها صغير، انا هنا ما عملتش قوانص، عملت كبد بس، لان القوانص كانت حجمها كبير فكان صعب ان هي تستوي، فعملت الكبد بس. اديها تشويحه، طبعا مغسوله كويس جدا ومتقطعه صغير، ادت لها تشويحه في الزيت والزبده او السمنه والزيت اللي عندك اعمليه. وبعد كده ببصله متقطعه ناعم برضو، انزل بيها على الكبده بتاعتي اهي، تاخد لون بس خفيف كده مصفر. وبعد كده تشويحه يمين وشمال، والنار بتبقى وسط، يعني متبقاش عاليه قوي وكده. انزل بالرز بتاعي اللي انا مبهراه بالبهارات كلها، ملح وفلفل وبابريكا وحبهان مطحون وقرنفل وقرفه وجنزبيل وبصل انا مفرومه ناعم. انزل بالميه عندي اللي هي المغليه، يا دوب الرز يبقى باين. شايفه مش بغمره بالميه، لان انا هسويه بعد كده في الحاجه اللي انا هحشيه بيها، سواء كان حمام بط فراخ اي حاجه. هياخد التشويحه دي زي ما انت شايفه كده. هنخلي الرز بتاعنا يتشرب، يعني يشرب الميه اللي انت حطيتيها عليه دي، وتوطي عليه. باكد عليكي ان الرز بيبقى باين من الميه. ونيجي بقى شايفه الرومي بتاعنا بينزل بقى كل الحاجات اللي فيه مش فيه مرغوبه، يعني اي فضلات اي دم اي حاجه مش مرغوب فيها، كل ده بينزل في محلول الملح اللي انت عاملاه، او المحلول اللي انت عاملاه ده. وكمان لحمه بيطرى، بدل ما الصدر بيبقى ناشف كده لا بيبقى طري. طري يعني ايه، بدل بيبقى مفتت معاكي لا بيبقى طري. تمسكي بقى تغسلي كده بره وجوه، وتاخديه بقى تشطفيه كام شطفه حلوه قوي على الحوض. وهنا بقى في الكبه عندي فرمت بصله، وعليها حبيتين قوطه وفصين توم وملح وفلفل وحبهان، واحده حبهان بس، وواحد واتنين قرنفل واتنين ورق لورا وقرنفل وجنزبيل. ودعكت الرومي. طبعا انا خليت مسكت الجلد كده بايدي بالراحه، ترفعيها وتخلي كده هيتفتح معاكي بكل سهوله. تمسكي جسمه كده تدعكيه زي ما بيقولوا بالخلطه اللي انت عاملاها دي، طماطم وبصل وفصين توم ورق لورا وحبهان. بعيد تاني عشان يعني ايه، باكد عليك المعلومه اللي هتدعكيه بره وجوه، وده بينطبق على الفراخ لحمه لا فراخ بط، اي حاجه من الحاجات الداجنه دي. تدعكيه الدعكه المحترمه دي، وبعد كده تركنيه في الدعكه دي شويه، ساعه ولا حاجه، يتشرب منها كويس. اما الرز بتاعنا بصي يكون اتشرب. طبعا المفروض اسيب الحاجات دي تبرد، بس مبقاش فيه وقت، او الواحد بيبقى مستعجل او كده، فتقدري يعني تحسبي الوقت بتاعك، او لو مستعجله تمام برضو بيطلع معاكي حلو وكل حاجه. وتمسكي بقى تحشي كده، شايفة تحت الجلد. طبعا عشان الرز بتاعنا مستوي هنقول 60% سوا، فانا بحشي بكل سهولة، مش خايفة ان هو يعني حجمه يزيد فالفرخة تنفجر او كده، لا مش هيزيد، يعني هيزيد زيادة بسيطة خالص.
احشي براحتك خالص تحت الجلد كده وجوه، وهيزود معاكي حجم ويخليه منتفخ كده. وتقدري تبدلي الرز طبعا لو عايزه فريك او عايزه اي حاجه تانية. ده بقى بطل الموضوع، الاكياس الحراريه. الاكياس الحراريه دي اللي هي بتتباع عند مستلزمات اللي عندهم اطباق وكياس وحاجات من دي. مش غاليه خالص. هتجيبي الكيس اللي هو مقاسه اكس لارج، اللي هو المقاس 3 اكس لارج ده الكبير، وتحطي فيه الرومي بتاعك بعد ما تكوني كتفتيه، وتمسكي كده. طبعا بيجي معاها رباط كده زي بلاستيك كده بعد ما تخلصي. انا هنا تمسكي بالسكينه تغزيها كام غزه كده عند الورك كده وعند الصدر، ومن بره الكيس بقى تديله كام خرمه كده خفيفه، عشان الكيس بتاعك ما ينفجرش وهو فين في النار جوه. بقولك بيجي معاها رباط زي الكليبس كده الطري كده في اخر الكيس تقدري تربطيه، بس انا هنا ما لقيتش الكليبس، فعادي تقدري تتنيها عادي وتحطيها، تتنيها يعني تربطيها ربطه خفيفه كده يعني. تخرمي الكيس كام تخريمه. وهنا بقى حوالي كوبايه ميه مغليه نزلت بيها فيها. طبعا في الوقت ده بكون مولعه الفرن على درجه حراره عاليه، وبدخل معايا الرومي بتاعي على نار عالية. بحط الشبكة كده مايلة لتحت، زي ما انت شايفين ابتدى معايا يستوي وياخد لون. طبعا اخد معايا حوالي ساعة ونص، ساعتين الا ربع، ومستوي بقى ومش عايزة اقولك زبدة. طبعا ما فتحتش الكيس وعليه ولا في الشواية ولا اي حاجة. انتي سايبيه مقفول زي ما هو الكيس، هتفتحيه بس وانتي مخرجاه بياخد اللون ده. ولا بتفتحي شواية، ولا محتاج شواية، ولا محتاج زيت، ولا محتاج اي حاجة تحمريه، هو من نفسه الكيس بيحمره طبيعي. شايفة؟ يعني الناس اللي عندها مشاكل في الشواية او كده، هو مش محتاج شواية اهو. انا بوريكي اللقطة بقى وانا بفتح عليه. طريقة سهلة جدا يعني الناس المبتدئة والناس اللي بتحب الحاجات المحشية وبتبوظ معاه في الشوربة او كده، او يقعد الرز يقع في الشوربة او الحاجة تنفجر، او زي ما انا حطيت الرز زي ما لقيته، لا هدرت رز ولا وقع مني في الشوربة ولا كده. كيس الحراري ده اختراع رائع يا جماعة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وان عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديوهات تانية، ومع السلامة.